الفريق كان خاسر مع شلف 3-1 في الشوط الأول. ما صراوش هذه المشاكل. يعني يجب البحث على هل وراء هذا الأمر شيء مدبر. يجب البحث على هل وراء هذا الأمر شيء مدبر. هو الصراحة في المقاطعة الفرنسية دائما نظريات المؤامرة حاضرة والأيادي الخارجية بطبيعة الحال. وكما قال مجيدو في الحملة الانتخابية ديالو، كاينة دولة معروفة بالعداء ديالها كلها بفعل فاعل، لأن كانت تقرر شهرين قبل ولا في دولة من الدول معروفة بالعداء نتاعها لينا أن الجزائر في الصيف هذا ستحترق، واحترقت حقيقة. هي اللي حرقت يعني جمهورية القبائل المحتلة. يعني قضية المؤامرة والتلميح يعني للعداء بطبيعة الحال الخارجي. وما كرهوش هما يقولوا بأن المغرب يخرجوا صراحة لعند بوصبع ويقولوا له السبب في الأحداث اللي وقعت في المباراة ديال مولودية الجزائر ضد الاتحاد المونستيري التونسي. السبب ديال ديك الأحداث كاملة هي المروك يا جدك. لا تقلق، بالعقل. دابا غادي نجيبوا صوت اللي هو بوق من ابواق نظام لا وزن لا هيبه لا مواقف دوليه، ولكن غادي يفضحهم وغادي يعريهم بطبيعه الحال، وغادي يعري العبث في تدبير امور الدوله وفي استغلال مقدرات الشعب الجزائري وتوزيع الثروه. اين تكمن في حمايه محيط الملعب. في حاله ما اذا لا قدر الله صرا مشكل خارج الملعب كل شيء يتم احتوائه، سكر قال حبس، لحماية الأمن العمومي، مثل ما يحدث في كل دول العالم. دول العالم لا نجد الشرطة ولا الدرك ولا يدخل الملعب ما يدخلش، خاطيته كاين شركات أمن خاصة. والشرطة في بريطانيا، أنا شفت في بريطانيا في ملعب أرسنال ولا كذا تلقى الشرطة برا خارج الملعب يحرسوا اون سي جامي يخرجوا هذوك الالتراس هذوك تاعهم كش ما يكسروا. الأمن هنا يتدخل، لكن داخل الملعب ما عندهمش علاقة. داخل الملعب الفريق هو المسؤول، يجيب شركة أمن خاصة ويتخذ دبر راسه. نعاود نقول أنه أموال سوناتراك وأموال سونالغاز وأموال مادار وأموال كذا ليست ملك لا حشيشي ولا العجال هذا ولا هذا اسمه شرف الدين عمارة ولا غيره. هذه ملك الشعب الجزائري، ليس من حقكم التصرف فيها كما تحبوا وتمدوا للفريق اللي تحبوا 400 مليار و500 مليار. ليس من حقكم ولا من حق رئيس الجمهورية. حتى رئيس الجمهورية مش حقه، هذا ملك العام. اللي حب يمد من جيبه. حبيت تمد سطاد سي محمد والله تمد مليار مدو من جيبك، رزق باباك مدو. أما رزق الشعب الجزائري رزق الدولة ممنوع. كاين أخلاقيات، كاين قوانين، كاين أبجديات. أنا نمد المولودية نمد لها 400 ولا 500 مليار، وفريق في الأقواط أو فريق في الشمرة أو فريق في هنشير أو فريق في بوطي السايح ما عندوش حتى باش يصوص صبابط الجوار تاعهم. أين هو توزيع الثروة؟ أين هو العدالة الاجتماعية؟ والله هذو تاع المولودية عندهم ربي وعندهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعندهم تبون وعندهم سطاد وعندهم سلطراك وعندهم كل شيء. وتاع بوطي السايح لأنهم ساكتين، وتاع الشمرة وانتاع البيرين وانتاع عين بوسيف وانتاع كل البلديات اللي احنا مساكتين وراضيين بالهم تزيدوا تدلكوا عليهم. لا، امر غير مقبول. ورغم هذا تعطوه في الملايير وتعطوه في السطاد يزيد يحرقوا الدنيا. ها نعطيك السطاد انا باسمك ونعطيك الملايير وسنطرك تحت يدك وزيد بولعيه. وكي نهضر تقول لي بالزراك ضد المولوديه راح تقوتها المولوديه تاعك كاع. واش تعاوز ديري انا دوكا تعاوز تبول عليا تا المولوديه تاعك؟ عطاوكم السوناتراك، عطاوكم استاد لابوينت، عطاوكم بن الشيخ، عطاوكم سيدي ربي، عطاوكم كلش. واش نكتبوا باسمكم الجزائر ولا واش؟ نكتبوها باسمكم. حبسونا للكرنفال، حبسونا للكرنفال. اضربوا النخاع ياسر الشعير، حبس المقسم الدعم هدايا عامل لهم مثل كل الفرق اللي يلعبوا في الدوري هذا 16. كل الفرق تاع 16 نعطيهم نفس المبلغ. هاك 100 مليار 100 مليار 100 مليار 100 مليار وروح عن بحرك. دير شركات تخذ كذا، بيع التركوات، بيع الستيلوات، بيع السليبات، بيع الستيرات، تخذ دبر راسك. ما نبقاش نصرف عليك انا، ما نبقاش نصرف عليك انا من خزينة الدولة كل دائما.
من بعد كتجي تكسر لي الكراسه، تحرق لي السطاد، سوق امك. كيفاش يعني توزيع الثروه، وكيفاش ان بعض الانديه في المقاطعه الفرنسيه كتستافد من ثروه الغاز والبترول، وبعض الانديه الاخرى مهمشه وما كتلقى حتى شي دعم ابدا، وخصوصا الانديه اللي الاصل ديالها من المناطق اللي فيها الغاز والبترول من الجنوب ما كيتمش دعمها، ولكن الانديه اللي كاينه في الشمال والغرب كيتم دعمها باموال مناطق الجنوب. تخيلوا على مفارقه كي دايره في المقاطعه الفرنسيه. هو معروف اصلا في جميع البطولات في العالم ان الانديه ما كتلقاش دعم يعني بطبيعه الحال بهذه الصوره هذه، كيكون دعم بشكل يعني بشكل عادل، يعني كيكون واحد الدعم بحال الجامعه المغربيه لكره القدم كتعطي دعم للانديه، ولكن داك الدعم كيكون بشكل متساوي. فين كاين الفرق؟ الفرق كاين في البطوله الوطنيه والجوائز ديالها، بحيث البطل كتكون الجائزه ديالو هي الاكبر، ثم صاحب المرتبه الثانيه، ثم صاحب المرتبه الثالثه بشكل تنازلي. في كاس العرش مثلا كتكون الجائزه ديال بطل كاس العرش الجائزه الماليه هي الاكبر، ثم بشكل اقل المرتبه الثانيه، ثم الثالثه الى اخره. هكا كيتم التعامل مع الانديه في جميع يعني البلدان، الا في المقاطعه الفرنسيه عندهم انديه معينه اللي كتسيرها شركات البترول والغاز بطبيعه الحال، وكتعطيها دعم مالي كبير وكتبذر اموال الشعب، لانهم يعلمون بان كره القدم هي مخدر للشعب الجزائري. تحيا الجزائر. الاتحاد التونسي لكرة القدم يصعد يعني في الهيئة القارية الاتحاد الإفريقي ويطالب بحقوقه من فريق مولودية الجزائر بعد الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء فريق الاتحاد المونستيري التونسي. الاتحاد التونسي لكرة القدم يراسل الكاف بعد الاعتداء على الفريق الرياضي المونستيري في الجزائر. احتجت الجامعة التونسية لكرة القدم على الاعتداء الذي تعرض له فريق الاتحاد الرياضي المونستيري في مباراته التي جرت أمس الأحد أمام فريق مولودية الجزائر لحساب إياب الدور الثاني من تصفيات مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية للموسم الرياضي 2024-2025. أكدت الجامعة التونسية في بلاغ رسمي أن هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم قد قامت يوم الاثنين 22 شتنبر 2024 بمراسلة الاتحاد الإفريقي رسميا للتظلم بشأن التجاوزات التي تعرض لها فريق الاتحاد الرياضي المونستيري في مباراته أمام مولودية الجزائر لحساب الدور الثاني من تصفيات مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية للموسم الرياضي 2025. كما تضمنت المراسلة شرحا مفصلا لأحداث العنف التي رافقت اللقاء والاعتداءات التي تعرض لها وفد الاتحاد الرياضي المونستيري قبل وأثناء وبعد المباراة، وقد أرفقتها الهيئة بفيديوهات توثق الظروف القاسية الكاملة التي دار فيها اللقاء، مؤكدة دعمها اللامشروط لموقف فريق الاتحاد الرياضي المونستيري في الشكوى التي رفعها. إذا ننتظر استجابة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للدعوة التي رفعها الاتحاد التونسي لكرة القدم ضد الاتحاد الجزائري وفريقه مولودية الجزائر، لأن احنا مستهدفين ولازم كل جزائري يفهمها. غنمشيو نشوفوا العجائب والغرائب. إعلام جمهورية أخلاط الناس طريقة تعليقه على تدوينة حكيم زياش اللي فيها أولا بزاف ديال المغالطات، واللي فيها ثانيا مقارنات بطبيعة الحال، وبغاو يبينوا بأن لاعب ديالهم الموقف ديالو أفضل من موقف حكيم زياش في دعم القضية الفلسطينية. فو ميو طار كو جامي، يعني أنا نحييه من هذا المنبر هذايا، يعني خدا موقف شجاع، والموقف هذا يعني ضد الناس اللي يتساند في الكيان الصهيوني، وضد خاصة البلد تاعو يعني معروف هو البلد الأول اللي ساند الكيان الصهيوني واعترف به بالتطبيع. وقول له من هذا المنبر حكيم زياش ربي يوفقك، لأن خديت قرار وتكلمت، وهذا الكلام هذايا يبقى للتاريخ، وقد يجعل له مشاكل علي بن شيخ
حتى على مستوى بلده، لأنه كان مباشر وقال بما فيها حكومة بلدي التي تساند الكيان الصهيوني. يعني بن شيخ حديثه أثلج صدور الكثير من الناس اللي تضامنوا مع القضية الفلسطينية. نذكروا فقط أنه العدوان الغاشم ستمر عليه تقريبا سنة كاملة على ما حدث في 7 أكتوبر. احنا على مقربة 7 أكتوبر بعد مرور قرابة عام، المقاومة الفلسطينية لا تزال باسلة وواقفة إلى آخر رمق. على كل حال زياش قال واش هو يخمم سي سون بوان دو في، مد الراي ديالو، مد الراي ديالو راه يلعب في تركيا على كل حال، مي مد رايو. وكيما رانا نشوفوا الشعب المغربي مانيفيستي مع بور لا بالستين، رانا نشوفوا فيهم يخرجوا يمانيفيستي ويهضروا كذا. دونك سي باراي. واش راح يديروا له؟ انا جو بونس كو ما يديروا له والو. واعتقد حكومة بلده اعتقد بأنه يقدروا سي ان سيتويان عنده دروا. ان سيتويان اللي ما ينجمش يقول كلام على وين البلاد، على يمد رايه في بلاده، سوني بلي ان سيتويان، يدوفيان بلي ان سيتويان. صح من حكى لا خلاص، صادر يوليو كي بلادك تاع لي واش تقولوا هذوك لي واش تقولوا هذوك تاع حاشاكم العواد هذوك اللي ما يشوف لا بلا لا. يولي هكذاك، يولي لعب شغل الروبو، مشي هكذا قول هكذا رقد هكذا نوض. هذا مد رايو من الباب بوكو بليس هيومانيتير ومن باب الدين. دونك يفو سافوار سكون في اسكو البلاد هذه فيها المسلمين ومسلمين او لا. دوك هو مد رايو، دوك لا سويت نشوفوا ولا واش راح يدير. ردة الفعل يعني رئيس الاتحادية المغربية قالوا له نحي المنشور هذايا، ما حبش ينحي المنشور، هو لاعب دولي ما حبش ينحي المنشور، قال البوست اللي درتو تنحيه، قال له ما نحيش. يعني تشوف خدا موقف تاعو، خدا موقف. والله ينزل عليكم اللعنه يا المنافقين، منافقين من الدرجه الاولى. غنهضروا على المغالطات. بن الشيخ سمعتوه شنو قال بان الشعب المغربي يمانيفيستي، يعني يخرج في مسيرات، يعبر على الراي ديالو، يعارض التطبيع بطبيعه الحال، ويعلن انه ضد التطبيع كما قال هو نفسه، يعني هي ضده ماشي ليه. علاش هي ضده؟ بخصوص حريه التعبير يا بن الشيخ، لماذا الشعب الجزائري لم يخرج ليعبر عن تعاطفه ووقوفه مع اهلنا في قطاع غزه؟ ما هو السبب؟ المسألة الثانية، هذا السيد هذا، شوفوا مزيان، هذا السيد هذا الآن يعتبر مجرم في الجزائر الفرنسية على كبر سنه، وقد تم اعتقاله وإيداعه سجن الحراش. شنو هو السبب في نظركم؟ هذا السبب، شوفوا هذا المقطع. في 3 معك في تونس، اللقيه كنشوفكم، اللقيه تعرفوا اللقيه ندير القاص باش تروح للقيه، واللي ما يعرفوش الحراني هنا ماشي بعيد عليكم. الناس يتهضر على برا في الشارع مترشحين، انا بكل صراحه كيسمع 3 مترشحين تحكم لي اللقيه، ما كان والو. هم كاع يديروا في المناورات وراهم يهكوا الشعب ونديروا كذا، واللي ماشي كل شيء غالي ونديروا ما نديروا، ما كان والو. هذه كاع مناوره وهم يدخلوا الشعب كونسروات، انا ندخل المستشفيات ما كان والو، تروح الماشي كلش غالي، الخدمه ما كاش، الناس تحرق، السبيطار المعرفه. انا قلت بكل صراحه، انا شوف انا هاد المترشحين في 3 ما عجبونيش، في 3 ما عجبونيش، ما كان والو، ما راح يديروا والو، راهم باقي يكذبوا على الشعب ونديروا ما نديروا من هنايا، ما كان والو. تفهم ما كان والو. انتخب انت يا ولا؟ لا ما ننتخبش، علاش ننتخب ضد روحي؟ ما عجبوك البرامج تاعهم؟ لا عجبوني لا برامج لا والو، ما ننتخبش ضد روحي انايا، جامي ننتخب ضد روحي، خاطر لو كان ننتخب انا انتخبت ضد ولادي وضد روحي، ما ننتخبش، لا على باليش بهم، مانيش. السلام عليكم. كيف الحقني باك خبر على عامين الدين باللي مداوه هذا كاين اسمه بزاف في القناه. ان شاء الله ما يكون غير الخير، وان شاء الله يدير دار لولادو، بس والله راه انسان نيه وانسان زوالي ويضرب بك اللي في قلبه اللي في لسانه. السيد ما عنده انتيا مع حتى واحد. ان شاء الله من يكون الخبر ان شاء الله مليح. حنا عندنا انداء انا طالب استدعاء على واش نجوز، قال لك نو كاين فاش ما يجوزوش، الله اعلم. ان شاء الله نكونوا شغل خدمنا شغل الشعب وجوزنا كامل الصوت تاع الشعب اللي كان حاب يجوزهم الشعب، حنا جوزناهم ديال المواضيع بلا حتى عبسه. هذه دارت لي مشاكل والحمد لله صابه الحمد لله. هذا خافنا. السبب ان هذا السيد هذا اعطى الراي ديالو بكل صراحه كمواطن عنده الحق في ابداء الراي في المترشحين الثلاثه في الانتخابات الرئاسيه. واش اعتقلوه بمجرد اعطائه رايه؟ لا، خلوه تمرت الانتخابات وتم اعلان ان مجيدو هو رئيس الدوله لعهده ثانيه، عاد مشاو اعتقلوه، لان اللحظه اللي كان قال فيها هذا التصريح هذا كان مجيدو لا يعتبر رئيس للجزائر الفرنسيه، كان يعتبر مرشح حر للعهده الثانيه. فهما بقاو هازينها له حسيفه، تدرس الانتخابات عاد مشاو اعتقلوه على كبر السن ديالو
وراح حاليا في سجن الحراج بطبيعه الحال، وذنبه الجريمه والجريره انه عبر على الراي ديالو كمواطن عنده الحق يعطي الراي ديالو في المترشحين لرئاسه القوه المضروبه. هذا اول انجاز كيحققه مجيدو في العهده الثانيه ديالو. غنمشيو دابا ونكملوا مع البلاطو ديال الهداف، وغتشوفوا كيفاش غيديروا المقارنه بين حكيم زياش واللاعب ديالهم يوسف عطال. حقيقة وقفة رجولية من اللاعب حكيم زياش ضد الكيان الصهيوني وضد البلد تاعو اللي كاع على بالهم اللي دايرين تطبيع. دونك وقال الحقيقة، هذه حقيقة واحد ما يقدر ينحيها له. البعض يقول امين انه لو كان يلعب مازال يلعب في هولندا لانه كان لاعب سابق في اجاكس، او لو كان كما يوسف عطال يلعب في نادي نيس ربما لن يقول نفس الموقف. ربما انا اقول ربما رضوان، احنا ما على بالناش. بالك تقدر تكون وي صح، ممكن تقدر تكون كيما بزاف لاعبين كانوا يديروا منشورات نهار بدات الحرب ضد خاوتنا في غزه. نظن باللي شاك فوا يقول لك ما تدخلوش البوليتيك مع كره قدم. مي هذه انا نقول واش دار اليوم زياش، احنا ما نتكلموش او كان ما على بالناش. تقدر بالك تكون عنده ردة فعل، تقدر هو صح كان يلعب في انجلترا بعد تنقل الى غلاتا ساراي في النادي التركي ودار المنشور هذا. انا بالنسبه لي قال الحقيقه وخلي الوقت هو اللي يحكم. يعني كون كان حكيم زياش كيلعب في هولندا ولا في شي دوله اوروبيه ما غيقدرش يقول الراي ديالو كما قالوا يوسف عطال لاعب منتخب مهابل الافريق. اذا هنا كيبغيو يوصلوا صوره للراي العام الداخلي ان حكيم زياش عبر على الراي ديالو لانه كيتواجد في تركيا فقط، بينما يوسف عطال عبر على الراي ديالو فاش كان كيلعب في فريق نيس الفرنسي وادى الضريبه او الثمن وتحاكم قضائيا في فرنسا بطبيعه الحال. يعني كيبغيو يلخصوا القضيه ان يوسف عطال اشجع من حكيم زياش والموقف ديالو اقوى من حكيم زياش. وهذه هي عقد النقص اللي كنقولوها دائما كيعاني منها الكائن الفقروري الكرغوري من كل ما هو مغربي. كانت هذه هي الحلقه ديالنا، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم خوتي المغاربه العزاز، كنتمنى تبارطاجيو على اوسع نطاق، يعني عطيونا الاعجابات بكثره والتعاليق الايجابيه ديالكم باش نحميو القناه ديالنا من هجوم الذباب الالكتروني. تحياتي لكم.